السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم راح نقدم لكم وصفة بدون لحوم وبدون بيض، مع انه البيض هاليامات راهو غالي. اليوم راح نديرو مرق الشوفلور كما راكم تلاحظوا. مرق الشوفلور مرق احمر. انا عندي هنايا المقادير. هنايا عندي شفلور كنت فورته، اللي تحب تغليه كنت فورته في شويه ملح. وعندي هنايا البطاطا، عندي هنايا شويه كمون وراس الحانوت، وعندي هنا الفارينه. اليوم العقده راح نديروها نتاع الشوفلور. كما قلت لكم العقده نتاع الشوفلور اليوم راح نديروها بدون بيض. اول حاجه نبدا بها، انايا هنا عندي البطاطا. هنا انا حبيت نرافقه بالبطاطا. تقدروا انكم ترافقوه بحميصه، تقدروا انكم ترافقوه بشويه زيتون اخضر كما حبيتوا هنا ترافقوا. هنا عندي انا سبقت وطيبت لاصوص، راح نوريها لكم. شوفوا هنا انا هنا كنت سبقت بالوقت وطيبت. هنايا عندي المرق، هي مرق عادي تقدر اي وحده تقدر تديرها. هي شويه فقط قليت شويه هنايا بصل مع شويه ثوم، خليتهم تقلاو مليح في شويه حوالي مغرفتين نتاع زيت، قليتهم مليح. بعد ما تقلاو لي مليح هذاك البصل، زدت شويه عليه شويه ثوم قليته مليح، زدت عليه الطماطم حبه ربيتها، زدت عليه شويه كمون ما كثرتش، شويه فقط لاني العقده راح ندير فيها الكمون. زدت عليه شويه راس الحانوت، شويه ملح، قليت مليح. الطماطيش مصبره قليتهم مليح. بعد ما تقلاو لي ضفت عليهم حوالي 2 كيسان او 3 قيس ما طيب لي هذيك البطاطا. ضفت عليه 2 كيسان او 3 نتاع ماء، ضفت لهم حوالي قرن تاع حار، تقدروا انكم تستغنوا عليه. انا هنا راح نكمل نخلي المريقه نتاعي الطيب لي. هنا خليت المريقه نتاعي الطيب لي، راح نضيف عليها البطاطا هكذا باش الطيب لي، ونروحوا للعقده نتاع الشفلور. هنا خليت البطاطا نتاعي، لحت ضفت عفوا البطاطا نتاعي باش تطيب لي. هنايا واش راح ندير؟ عندي هنايا شويه حوالي مغرفه صغيره، فقط نجيب مغرفه. هنا عندي حوالي مغرفه راس الحانوت. هنا عفوا مش مغرفه، هنا راح نضيف شويه فقط، مانيش حابه نكثر ياسر. حوالي هكا تقريبا رشه هكذا، تقريبا هكذا رشه راس الحانوت، مانيش حابه نكثر ياسر. هكذا شوفوا، فقط هكذا، مانيش حابه نكثر. هكذا راح نضيف حوالي مغرفه نتاع كمون. هنا المرقه ما كثرتش فيها الكمون لاني العقده راح ندير فيها الكمون، حوالي ملعقه صغيره نتاع كمون. هكذا راح نضيف هنايا شويه نتاع ملح. هنا ما تكثروش الملح، ما تنساوش بلي رانا شفلور غليناه، عفوا فورته هنا في شويه ملح، اللي تحب تغليه، والمرقه كذلك فيها الملح، مانيش حابه نكثر، فقط حوالي نص ملعقه صغيره نتاع ملح. هذه العقدة اقتصادية وما فيهاش البيض كما سبقت وقلت، مع انه البيض غالي ما فيهاش البيض. هنا راح نضيف هنا شوية فارينة هكذا. راح نجيب هنايا الماء ونضيف الماء باش ندير العقدة نتاعي. نضيف الماء. هنا لازم العقدة تكون مش مشمخة ياسر، عفوا ما تكونش جاريه ياسر وما تكونش عاقده ياسر. نزيد نضيف الماء هكذا. خلط مليح هذيك الفارينه باش تتجانس لي مع باقي المكونات.
هكذا. شوف كيفاش تجينا، تجي شويه سائله هكذا باش ما، هذه هي. راح نحط فيها الشفلور. راح نحط الشفلور، راح نحط الشفلور نتاعي في هذيك العقده ونبدا نقلي في الزيت هكذا. راح نحط هكذا الشفلور كما راكم تلاحظوا. هذه وصفة اقتصادية وسهلة، ماشي شرط اللحم، ماشي شرط البيض هنايا، ولا ما نديروش هكذا. وصفة يعني اقتصادية وسهلة والكل يقدر يديرها. راح نحط الآن الشفلور نتاعي يتقلى في الزيت. شوفوا هنا كيما راكم تلاحظوا، هنا المريقة عندي راها الطيب. هنا الشفلور نتاعي راح نكمل نحط هنايا الشفلور يتقلى. شوفوا هنايا راهو هكذا الشفلور راح درتو في لاصوص هذيك وراح نحطه هنا يتقلى هكذا. عفوا شوفوا هكذا راح نقليه ومن بعد نقلبون نوريكم كيفاش يجي محمر. شوفوا هنا بعد ما قليت هذاك الشفلور شوفوا كيفاش جاني احمر هكذا. حتى وكان ما نضيفوش البيض، هذيك العقده يعني وصفه اقتصاديه، ماشي بالضروره انه يكون البيض ولا ما نقليش، ما نديرش العقده وما نقليش الشفلور. هذه هي العقده. شوفوا كيف خرجت لي الشفلور كامل هنايا احمر. شوفوا كيفاه جاني. هنا راح نرافقه بهذيك البطاطا اللي طيبتها في لاصوص ومن بعد تشوفوه ان شاء الله في صحن التقديم. شوفوا هذا هو الطبق نتاعنا في شكله النهائي بعد ما قليت هذاك الشفلور بهذيك العقده الاقتصاديه بدون بيض. رافقته هكذا بالبطاطا، وتقدروا نتوما ترافقوه باي شيء كان متواجد عندكم في البيت، سواء تقدروا ترافقوه بحميصه، تقدروا ترافقوه بالزيتون مع هذيك لاصوص اللي طيبناها. شوفوا هذا هو الشكل النهائي نتاع هذا الطبق نتاع الشفلور بالعقده اقتصاديه وسهل بدون لحوم وبدون بيض. ان شاء الله يكون عجبكم الطبق نتاعنا، تجربوه ويعجبكم، وتخلوا لي رايكم في التعليقات، وما تنسوش انكم تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس هكذا باش يصلكم كل جديد. وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد وطبق جديد ان شاء الله، والى الملتقى ومع السلامه.